لما بتيجي في بالك سيره احمد عيد تفتكر على طول ادوار زي رامي الاعتصامي وليلة سقوط بغداد او فيلم ثقافي، وده طبيعي لان الاعمال دي بالذات رسخت صورته عند الجمهور. في حلقه النهارده هنحاول نجاوب على سؤال مهم: ليه احمد عيد ممثل مظلوم فنيا؟ مشوار احمد عيد بدا من خلال فيلم حل حوش، وكان واخد دور صغير كحارس بنك، وقتها ما كانش معروف خالص، لكن الحظ لعب معاه لان الفيلم كان من بطوله علاء ولي الدين ومحمد هنيدي، وبعدها شارك برضه مع هنيدي في همام امستردام، وهنا الجمهور ابتدى ياخد باله منه شويه، وده لان افلام هنيدي وقتها كانت بتتشاف في كل بيت مصري تقريبا. وفي سنه 2000 حصل التحول الكبير لما شارك في فيلم ثقافي مع فتحي عبد الوهاب واحمد رزق. الفيلم ده مش بس نجح، ده لحد دلوقتي في ناس بتشوفه وبتحبه. وفي نفس السنه ظهر في شورت وفانيلا وكاب وبدا اسمه يتعرف اكتر. بعدها شارك مع احمد السقا في افريكان ونجح انه يثبت وجوده بخفه دمه. في 2001 عمل فيلم ازاي البنات تحبك بدور عاطف، الفيلم حقق 3 مليون جنيه ونص، وده وقتها رقم معقول. بعدها شارك في قلب جريء مع مصطفى قمر وحقق حوالي 6.5 مليون جنيه. وفي 2003 قدم واحد من ابرز افلامه مع احمد رزق، اوعى وش، ورغم انه جاب 2 مليون ونص بس في السينما، الا انه لما نزل على التلفزيون انتشر بشكل ضخم. وبعدها عمل فيلم ليلة سقوط بغداد بدور طارق، والفيلم وقتها حقق 4 مليون جنيه. بعد سنتين نزل بفيلم مش معاهم اللي محققش نجاح كبير. نفس السنه قدم خليك في حالك، والفيلم فشل ذريع وما جابش حتى مليون جنيه. الانكسار استمر مع رامي الاعتصامي اللي جاب 2 مليون جنيه بس، لكن اتشاف بشكل واسع على التلفزيون، وده اللي خلى الشخصيه تفضل محفوره في اذهان الناس. وفي 2013 قدم حظ سعيد وبرضه فشل جماهيريا، لكن في 2017 رجع بفيلم ياباني وحقق 7 مليون جنيه، وده يعتبر رقم كويس وقتها، خصوصا ان الفيلم اتشاف كتير قوي بعد عرضه. اما في 2024 كانت نقطه التحول الثانيه لما شارك في مسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز، وقدم واحد من اعمق واقوى ادواره الدراميه. وبعدها شارك في فيلم اهل الكهف اللي حقق 14 مليون جنيه، وده رقم كبير مقارنه بالاعمال السابقه. ونيجي هنا لسؤال الحلقه: ليه احمد عيد ممثل مظلوم فنيا؟ احمد عيد ممثل مظلوم لعده اسباب. اول حاجه وهي الجيل اللي ظهر فيه، طلع في نفس فترة نجوم كبار زي هنيدي واحمد حلمي وكريم عبد العزيز واحمد السقا، وده اللي خلى الاضواء تروح لهم اكتر. تاني حاجة وهي اختياراته الجريئة، معظم افلامه كان فيها جراءة سياسية او اجتماعية، زي مثلا فيلم ثقافي او رامي الاعتصامي او ليلة سقوط بغداد، وده كان بيعرضه لمشاكل مع الرقابة والمنتجين. تالت حاجة هو سوء الحظ في الايرادات، رغم ان افلامه كانت بتتشاف على التلفزيون وتتعلق في اذهان الناس، لكنها في السينما ما كانتش بتعمل الايرادات اللي تخلي المنتجين يغامروا بيه كبطل مطلق. رابع حاجة وهي موهبته اكبر من مساحته، هو عنده كاريزما وكوميديا خاصه بيه، غير انه اثبت انه قادر يمثل ادوار جديه في الحشاشين، ومع ذلك ما خدش فرصه كافيه زي غيره. باختصار احمد عيد كان دايما بينجح عند الناس لكن بيخسر في شباك التذاكر، وده خلى واحد من اكتر الممثلين الموهوبين اللي ما خدوش حقهم، اللي ممكن نقول عليهم انه فعلا ممثل مظلوم فنيا. الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش برضو تدعي اخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه ربنا يسترهم ويعينهم على اللي هم فيه. اشوفك الفيديو الجاي، السلام عليكم. انت اجازتك امتى؟ كمان نبيل حسن دبوتلان وفنا بنتان ونولاد الاسبوع كله اجازه ولا ايه؟ احنا لازم نسيب البلد ونطير يا حوده. على فين يا عم الهدهد؟ اي بلد هاديه. نروح فين مثلا؟ نروح العراق. امريكا مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نروح افغانستان. برضه امريكا مش هتسيبنا في حالنا. حيرتني معاك، امال نروح فين؟ اقول لك على حاجه؟ احنا نروح امريكا. كوريا الشماليه مش هتسيبنا في حالنا. مش كفايه ان ابوك مات وسايب لك سمعه زي الجنيه الدهب؟ كان ساب لي الجنيه الدهب ومات بسمعته يا امه. درجة افغانستان يا هيثم تيجي معايا افغانستان؟ لا انا رايح الساحل يا ابني، ما في طريقنا الساحل افغانستان العصافر قدامي والله العظيم. الواد عبقري ده بيشرب بانجو يا باشا. مش قضيتي. يصحى بيشرب بانجو. امشي. اوكي اشرب براحتك يا عم، اشرب براحتك. زنجة، انا مش هقدر اخدعك اكتر من كده، انا كنت بكدب عليكي. زنجة، انا متجوز وعندي ولد ومراتي زمانها على وصول. يا كتاب. مين الورثه؟ طبعا بنته جميلة وزوجته الحالية مدلين وولاد اخوه انت والانسة زينب. انسة؟ هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انت مين بالظبط؟ انا جوز الانسة زينب. انا اسف. عموما انا جاي اخد الورثة معايا علشان يحضروا فتح الخزنة وتقسيم الميراث. بس انا هسافر ازاي وانا كده؟ ممكن توكلي اخوك. واخوها ليه يعني؟ هو جوزها مات؟ الحقيقة انا ما عنديش فكرة. لا الكهرباء قطع جوه ولا ايه؟ ايه ده، انت رايح تودي اكل للخطيب ولا ايه؟ على فين يا وحش؟
يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. مش رابط الحزام ليه؟ في اعلان في الجورنال هنا عن الشغل، بص كده. احنا عايزين بنات. يا حبيبي والشبان كمان، بص اهو. هو بيقول لك حسن المرة